السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة عملنا أكلة من أيام الزمن الجميل. قليل مننا يا جماعة اللي يعرف يعملها واللي يعرفها عامة. يعني عملنا الخبيزة بطريقة سهلة بسيطة، وهتعجبكم جدا. الخبيزة من الأكلات الشتوية الجميلة يا جماعة، حاجة كده بجد خطيرة. شايفين الجمال؟ تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة الممتازة للخبيزة بتاعتنا دي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناه الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده بقى هنعمل الخبيزه الجميله دي. شايفين الخبيزه يا جماعه وخضار الخبيزه؟ حاجه كده خطيره. طبعا احنا في الشتاء يا جماعه، والخبيزه دي محصول شتوي يا جماعه، او من الخضروات الشتويه. تمام. الخبيزه دي عايزه اقول لك ليها فوائد عديده عديده، جميله بجد. شايفين قد ايه هي طازه ولسه صابحه يعني. بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكي كده عود من الخبيزه. بسم الله. بصي كده الورده بتاعتها هي. الورده دي شايفه جمال الخبيزه دي. بنقطفها يا جماعه، بنشيل البتاع دوت، الورده بتاعتها ديت بنقطعها. تمام. بالشكل دوت اهو بنقطفها كده، بناخد الورده دي بس زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبنطبخها بطريقة حلوة وبيبقى طعمها جميل جدا جدا. انا حبيت بس في الاول كده اوريكم الخبيزه بتاعتي وخضارها الجميل ده. تمام. وقلت لكم ازاي بنقطفها اهو، بنقطع الورده بتاعتها ديت. تمام. هقطفها بقى. تمام. عشان ما اطولش عليكم هقطفها واغسلها كويس جدا واسيبها تنشف كده، وبعدين ارجع لكم. تمام. هنا بقى خلاص غسلناها ونشفناها وغسلناها كويس جدا جدا، مش اقل من 5 6 مرات كده لحد ما تنضف. تمام. عشان بيبقى فيها رملايه ترابايه حاجه زي كده، ونشفناها كويس. تمام. وهنخرطها بقى. في ناس يا جماعه بتعملها في الكبه في الخلاط. انا صراحه بعملها معامله الملوخيه بالظبط، بخرطها بالمخرطه عندي. عايزه اقول لك وفي ناس تانية بتحط لها سلق، انا مش بحط سلق، انا بحط لها كزبره وعودين من الشبت، بتدي طعم رهيب رهيب بجد. تمام. كده هنبدأ مع بعض بقى نخرطها زي ما انتم شايفين. هنسمي كده ونقول بسم الله. بخرطها كده بالمخرطة، بتبقى خطيرة وبتديني القوام اللي انا عايزاه كمان. تمام. نخرطها ونرجع لها. هنا بقى زي ما انتم شايفين خلاص كده خرطنا الخبيزه. تمام زي الفل. عندي شوربه بقى. الخبيزه يا جماعه لازم تعمليها على شوربه حلوه سمينه كده، شوربه بط، شوربه لحمه. اهم حاجه تكون شوربه حلوه عندك كده سمينه، يعني عشان تديكي طعم حلو. تمام. عندي شوربه لحم بقى. تمام. هاخد الخبيزه بعد ما خرطتها اهوت هسقطها على طول في الشوربه. نيجي بقى على البوتاجاز. كده الشوربه بتاعتي خلاص بتغلي اهي. هبتدي انزل بالخبيزه بتاعتنا بقى. بسم الله. اهو بعد الشوربه ما غليت. تمام. عايزه اقول لك بقى زي ما انت شايفه اهوت الشوربه فيها ملحها، فيها فلفل اسمر، يعني حاطه لها الملح والتوابل وكله تمام. انا ما بحطش اكتر يا جماعه من الملح، ومعلقه فلفل اسمر وحبه شطه صغيرين حسب الرغبه. تمام كده. نزلنا خلاص الخبيزه وهنسيبها بقى ايه تستوي شويه كده على النار، على ما نقللها بقى بصلايه حلوه كده. تمام. وبعدين نكمل مع بعض طبيخ الخبيزه. بصراحه خطيره، طعمها رهيب. هنا بقى قطعت بصلايه. تمام. وحطيت السمنه بتاعتنا، ويا سلام بقى سلم بقى لو عندك حته ليا بقى، عايزه اقول لك هتنقل الخبيزه في حته تانية خالص. تمام. هنبتدي كده نحمر البصله بتاعتنا بقى. طبعا الخبيزه على النار في الحله بتستوي. هنا بقى عايزه اقول لكم يا جماعه، انا بحط للخبيزه معلقتين كده من الرز اهو. تمام. معلقتين 2 بس كده من الرز، بغسلهم واسقطهم على طول تستوي مع الخبيزه. في ناس بتحط بتاع ده هوت
في ناس بتحط بتاع ده اهو فريك يا جماعه، وفي ناس تانية بتحط ايه، حمص. انا بحط رز اهوت، هما معلقتين اتنين بالعدد، بتبقى جميله برضه. كده الخبيزه اهي بتقلب معانا اهي بتغلي. هنزل بقى عليها بالمعلقتين الرز اهو، تمام زي الفل، واغطيها واسيبهم بقى يستووا في ايه، في قلب الخبز. وهنا البصله بتاعتي خلاص قربت تحمر اهي بالشكل ده. هنا البصله خلاص زي ما انتم شايفين احمرت معانا بقت زي الفل. هنشيلها بقى نحطها على الخبيزه. هنشيلها بقى كده بسم الله، ونروح حاطينها على الخبيزه بتاعتنا. عايزه اقول لكم ايه الجمال ده. بصوا كده بقى الخبيزه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، يعني بألف هنا وشفا يا رب اللي ياكل. شايفين الجمال؟ وعشان احنا مش مكترين الرز فيها قوي، فالرز مش باين يا جماعه. شايفين حاجه كده في منتهى الحلاوه والجمال. طبعا خلاص اتأكدنا ان الرز استوى والخبيزة استوت وكله تمام زي ما انتم شايفين. بألف هنا وشفا بقى هنطفي البوتاجاز ونغرف، وبألف هنا وشفا تقدري تعملي جنبها حبة رز بشعرية، حبة رز أبيض. عايزة أقولك في الشتاء ده بتبقى طعمها زي العسل. وقليل قليل قوي اللي يعرف الخبيزة ويعرف يطبخها يا جماعة. دي أكلة من الزمن الجميل، وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل.